اريد انتحر. ليش؟ ما جبت معدل زين بالسادس. خاف جبتي 51 صدق انتحر يا ناس اذا 51 انتحر. لا خاف جبتي مثلا 62 مو خوش معدل صح انتحر. لا خاف 74 حتى 74 تعب انا اسف انتحر 74 هم لا، جبت معدل 86. لحظة بديت اشوفه زين. 86 خبل شو القضيه؟ اصلا هم زين ما جبتي التسعينات والله جيبين 90 والتعبين على اليمن. يابا شو القصه؟ باشر غير ابو المعدل العالي وابو المعدل الناصي اثنيناتهم قاعدين بالبيت ورا 4 سنين، وينك شغل تحكين صدق انتي؟ يعني افوت اي كلية عادي؟ الكليه تقول لك هلا بيك كلها جايه. زين والتخصص اللي احلم به يعني فوتني بهيك معدل؟ التخصصات نحبها لانه احنا من برا ما شايفينها، اول ما نطب بيها ونعرف تفاصيلها نظل نكرهها يعني شو اضرب لك مثلا؟ تحبين دولمه؟ اي زين ايش رايك اجي اعلمك شلون تطبخين الدولمه؟ لا متعبة. هو هيك التخصص من برا نحبه بس من نفوت تفاصيله نكرهها ايش فيه؟ يعني هذا شلون يصير لي قيمة بالمجتمع؟ تبين تصير قيمه بالمجتمع؟ بسيطه، شوفي لك واحد طاق وتزوجيه، تطقين على الجاهز. يا معدل يا بطيخ، ليش تشوفي؟ يعني انت هيك تشوف؟ وداعي تصدق الحياه تمشي بمعدل زين، بمعدل مو زين، الحياه تمشي، الحياه عاد بيها اسباب هواي تخلي الواحد يعيش ويتونس. روحي يا عيني روحي تونسي قدامك حياه حلوه، هي الدنيا بيها هواي اسباب تخلي الواحد ينتحر. هاتي تنتحر لي على مود معدل. ابو برشلونه وين هذا؟